والسيدات، مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا مباشرة من مدينة المحمدية وملعبها التاريخي ملعب البشير الذي يحتضن واحدة من أهم مباريات الجولة الثانية. لن ننساك، ستبقى حيا في قلوبنا. حسن مشرة عسيلة لرسالة لاعبي شباب المحمدية. لمن يعشق عسيلة، لمن ارتبط بعسيلة، ضحيت وأوفيت بالفعل. وطاقم حكام الفار في هذه المباراة. اليوم يلتحق بنادي الوداد الرياضي كمهاجم. تنطلق المباراة من أقدم لاعبي الوداد. قلت لكم وجوه جديدة تلتحق بالمجموعة، وجوه تابعناه في المباراة الأولى للوداد الرياضي أمام الفتح. رباط يمين فرحان يعود لمحور خط دفاعي، يلعب رفقة أرسن. كل الصعاب التي قد تواجه الفريق في هذه المباراة. كرة في منطقة الجزاء، مازال الخطورة للوداد الرياضي وتدخل من يحيى جبران. تعود من جديد الودادية في منطقة الجزاء من جونيور سومبو يلعبها من الطرف الأيمن. يحيى جبران، كرة عرضية، المتابعة بالراس، زولا يتمكن من تسجيل الهدف الاول في هذه المباراه. عامل كبير من يحيى جبران، كره عرضيه بالمقاس، وزولا كيكو لاعب سابق لشباب المحمديه يتكفل بوضع الكره، يتقمص دور المهاجم في الكره الماضيه ويسجل الهدف الاول في هذه المباراه. تصبح النتيجه السادة 1-0. عامل كبير، كره لعبت باتقان، لعبت من دون تضييع اي فرصه واي إمكانية لتضييع هذه الفرصة. عمل كبير من يحيى جبران، كرة عرضية بالمقاس لعبها، ضربة زاوية لشباب المحمدية. كرة ثابتة أخرى، الكرة ثابتة للشباب للوصول لمرمى الوداد. كرة في منطقة الجزاء، التعادل لشباب المحمدية، التعادل للشباب في حدود الدقيقة 32. قلتم الكرات الثابتة قد يكون لها مفعول السحر، وهذا مفعولها وهذا تأثيرها في هذه المباراة لشباب المحمدية الذي يتمكن من تسجيل هدف التعادل. ويصبح النتيجة السادة هدف لشباب المحمدية. عمل كبير من كرة ثابتة وتعامل ذكي مع كرة ثابتة، لعبت بإتقان، ارتقى لها وتمكن من تسجيل المدافع الأوسط حمزة باج ومن سجل هذا الهدف. الوداد يحاول وأن يوجد حلول على أطراف، ما قدرش على مستوى خط الوسط، ما تمكنش تماما من فرض شخصيته الهجومية. منتصر الحتيمي، منتصر كرة أخرى لمنتصر، منتصر حاول يمر، منتصر الحتيمي يمر، يحاول أنه يتوغل في منطقة الجزاء. 1-2 لمنتصر الحتيمي لسامبو. سامبو جول وفي الأساس منتصر الحتيمي. سامبو يعود من جديد ليقدم أوراق اعتماد أمام مناصري الوداد بهدف يدين بالفضل لمنتصر الحتيمي ولجهود منتصر الحتيمي في الكرة الماضية. جمالية صناعة اللعب من منتصر الحتيمي وجرأة منتصر وقدرات منتصر التي دارت في الكرة الماضية يمهد طريق العبور لجونيور سامبو الذي يسجل الهدف الثاني في هذه المباراة لكي يحرر عادل رمزي. منتصر الحتيمي عمل كبير، التمويه بالجسد، لغة الجسد ولغة فنية تتناسب. ومنتصر ومن جونيور سامبو كرات مثل هذه صعيب أنه يرفضها هذا المهاجم السنغالي جونيور سامبو. منتصر الحتيمي كرات مثل هذه تخليه وأنه يربح مكانه. خطة دفاع، تغيير الوجه للأمام نحو يوبوشتا. غراف، تدخل من فرحان يجد الدعم والسند، والكرة العرضية الحاضرة من الطرف الأيسر، لكن التدخل من يحيى جبران الدراوي. تتحول لشباب المحمدي، يمكنه للتسديد، عنده مساحة للتسديد، فضل أنه يلعبها من الطرف الأيمن للشباب المحمدية. إمكانية للمراوغة من الطرف الأيمن للشباب. هدف وهدف، والكرة وكرة لشباب المحمدية في القمة مجددا في ثاني الأهداف. عمل كبير في الكرة الماضية النقلي في المتابعة، لكن عمل كبير لشباب المحمدية والإثارة حاضرة في الجولة الأولى من هذه المباراة. رشيد روكي سعيد بشهادات لاعبيه، سعيد بشهادات لاعبيه وبقدرات لاعبيه وبإمكانية لاعبيه اللي يقدروا أنه يوصلوا للمرمى للمرة الثانية. شوف العمل،
عمل كبير اسماعيل بن قطيب. بن قطيب البدايه من قدم بن قطيب، لعب كورته من الطرف الايمن، المراوغه في محلها في زمانها في مكانها، والنخلي في المتابعه ما رفضش الهديه تماما، ودريواش واللي قام بالعمل كل العمل والاشاده كل الاشاده بدريواش وقدرات دريواش. والهداف النخلي يتمكن من وضع الكره في مرمى الحارس المطيع، مسجلا بذلك الهدف الاول في هذه المباراه. نتحول تدريجيا نحو الثواني الأخيرة من الجولة الأولى يا سادة لهذه المباراة بين الشباب والوداد، والنتيجة كما من حضراتكم هدفين مقابل هدفين. يعلن الحكم سمير القزاز عن نهاية الفصل الأول من هذه المباراة بتعادل هدفين مقابل هدفين من الإعادة لهدف شباب المحمدية للكرة التي أهدت الشباب الهدف، هدف التعادل. عمل كبير. تنطلق الجولة الثانية من هذه المباراة بين شباب المحمدية والوداد الرياضي. جولة ثانية بأي وجه ستعود. كرة من الطرف الأيمن للوداد، كرة نحو جونيور سومبو تصل لحمدو الهوني. حمدو الهوني يتقدم، حمدو يسدد حمدو، لكن بعيدا عن مرمى الحارس سفيان بن رحو حارس مرمى شباب المحمدية. هذه كرة من الطرف الايسر للوداد الرياضي، محاولة المراوغة والخطأ الذي يتحصل عليه سيف الدين بوهر بن البرنوسي، بن حيسد البرنوسي، لإعطاء الكثير للمغرب في مختلف المجالات. بلمسة ودادية في منطقة الجزاء، المتابعة بالراس، هدف عبر العملود. الوداد يتمكن من تسجيل 3 أهداف في هذه المباراة في حدود الدقيقة 67. عمل كبير في الكرة الثابتة، هي مباراة الكرات الثابتة. عمل كبير في الكرة الماضية، لعبت بالمقاس، يجد العملود لوحده، تجد العملود لوحده في القائمة الثاني، يتمكن من تسجيل الهدف. تصبح النتيجة مرة أخرى 3-2. عبد اللطيف نصير سعيد بهذا الهدف، ولو انه القلب ينشطر لنصفين في هذه المباراة، قلب الانتماء للمحمدية وقلب الولاء لنادي العمر. سيف الدين بلمسة للأمام، يحيى عطية الله، سيف الدين بور ما ضبطش أمور، وكانت كرة ممتازة جدا جاته في القدم اليسرى، ما شفتوش في اليمنى، ربما كان الوضع يكون أفضل. هنا التمريرة بالمقاس بالقدم اليسرى لم يتمكن من تغيير مسارها، وبالتالي تضيع هذه الفرصة. والاسيست من صاحب الاسيست ومن من يتقن التمريرات الحاسمة. هنا سمير القزاز من المباراة بتفوق الوداد ب3 أهداف مقابل هدفين. هنيئا للوداد الرياضي، عرض لك لشباب المحمدية الذي قدم مباراة محترمة على مدار ما يقارب الساعة من اللعب. عادل رمزي وحقق أول انتصار له بقميص الوداد في البطولة الوطنية أمام شباب المحمدية.